5 Ligues des Champions africains, les 2 Coupes d'Afrique des Nations. طبعا إنه كما ذكرنا محمد أبو تريكة محبوب الوطن العربي. سيدي شكرا لك على حضورك معنا، شرف لنا دائما أن تزور الجزائر. كلمة لجمهورك الحاضر معنا ومتتبعيك عبر التلفزيون الجزائري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طبعا أنا بشكرك على الكرم، الضيافة والترحاب، وده مش غريب على شعب الجزائر. وانا دايما بيبقى رسالتي ما كنت لعيب كوره وفي الرياضه، دايما الرياضه هي وسيله وكره القدم هي وسيله لتقارب الشعوب. ودايما بقول ان لعيب كره القدم له رساله داخل الملعب وخارج الملعب، رسالته دايما تبقى ايجابيه. رسالته دايما تبقى ايجابيه، يحث على الاخلاق، مهتم بقضايا امته، مهتم بتفاصيل كافة الشؤون الأمة العربية. وزي ما بقول لعيب الكرة القدم الناس بتنظر له انه لعيب كرة داخل المستطيل الأخضر، انما لا، في رسالة تانية أخرى. في شباب صغير بياخد لعيب كرة القدم قدوة ليه، في يمثل لعيبة كرة القدم قدوة في الطموح، قدوة في إرساء المبادئ والأخلاق والأهداف. فأنا بشكركم مرة تانية وبوصل رسالة 90 مليون مصري بيقول لكم شكرا، ودايما مصر والجزائر كده إن شاء الله. كنت دائما من يقدم رسالة إيجابية للأمة كما ذكرت، وكنت دائما وكنحن جميعا وراء القضية الفلسطينية. دايما القضية الأساسية واللي دايما بتوحد الأمة العربية القضية الفلسطينية. هو العدو الواضح والظاهر للشباب المسلم والشباب العربي، عدو ظاهر، ما تدخلش في تفاصيل أخرى جانبية. ودايما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في وصاية بتكتبها قبل الموت. أنا من ضمن الوصايا اللي كاتبها إن التيشيرت اللي عملته تعاطفا مع غزة يكون معايا في الكفن. Abou Trika ce soir, notre invité d'honneur lors de cette 15e édition du Ballon d'Or. أتمنى لك محمد طولة العمر إن شاء الله، دمت صادقا ومحبوب الجماهير. كلنا غزة وكلنا فلسطين. Merci Mohamed Abou Trika, merci à Rabah Madjal. Alors, Monsieur Nabil Amra veuille rester avec nous, puisque ce soir vous allez rendre hommage également, Yasmine, à وغزة التي رفعت من أجلها هناك في أفريقيا تعاطفا مع غزة. هنا نقول